السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم مغربية من هولندا. أنا عارفة راسي تعطلت بزاف، ما نزلتش شي فيديو. سبحان الله، كل واحد كتوقع له هاد اللحظات هادي، كيجي لواحد الفطور كيعجز يشبر الكاميرا، كيعجز يصور، وخصو يعمل بزاف د الحاجات، يعني مونطي وهذا. كما كتشوفوا معايا أنا في المطار مسافرة إن شاء الله. واحسن لحظه هي لحظه السفر، الواحد يعني كيمشي يغير الجو، كيمشي يشوف العائله. مشى المغرب على فكره، غادي نمشي نشوف العائله، عندي واحد العرس تما. فقلت علاش لا، فتحت الكاميرا ديالي حيت جبرت باقي عندي الوقت. مشى في العربيه وبطبيعه الحال واحد جوج سوايع التاخر. كنت غادي نمشي، كنت كنفتش على الكيت، حيت عندنا الكيت جوج. ومن بعد قلت نبقى جالسه من دابا وانا جالسه في قاعه الانتظار، ندخل المحلات هنايا الحوانت، نصور واحد شي حاجه، نعمل واحد الجوله. ودائما ملي كنهبط من هاد الهبطه هادي كنجبروا مباشره بغرتنا هاد المحل اللي فيه هاد الورود الجميله، تولب كما كتشوفوا، الالوان المختلفه كتعطي واحد البهجه للقلب. سبحان الله، وبالاخص في هولندا في هذا الوقت هذا كيكون فيها الجو رائع. هنا كنشوفوا هذا الجو اللي يعني صورته اكثر من مره. هنا كاين هذاك الخضر يعني بالبيستو، كاين الجبن هذاك اللي بالاورانج يعني فيه التوابل، كاين هذا الجبن الطبيعي، وكاين هذا البيض يعني ديال ايطاليا على ما اظن. المهم صورت لكم هذا اللي العشاق الجبن. انا كيف ما قلت لكم كيعجبني الجبن بالانواع ديالو، بالاخص الجبن يعني ديال المعاس لذيذ بزاف. كنت كنصور جاني الاتصال وقفت. فغادي نوري لكم هاد الحوانت اللي كاينين هنا، المحلات. غادي ندخل لواحد المحل ديال السيكان، غادي نوري لكم الماركه ديال هنايا. كاينه مايكل كورس وكاينه غيس، وانا كيعجبني صراحه الماركه ديال مايكل كورس، يعني كتصبر احسن من غيس ولكن اغلى طبعا. نوريكم هاد الاشكال، الموديلات هادو ديال مايكل كورس. شفتوا هذا عاملين فيه الزرق والعادي. هاد النوع ديال البيج كيجي مزيون يعني في الصيف. عندي تينا واحد في البيج كيجي مزيون يعني في الصيف، اللون مفتوح. وكاين هذا الموديل هذا اللي صغير، الواحد يعني يقدر يعمل فيه غير التليفون وشي حاجه ديال الاوراق الماليه، يعني كيوشي بزاف. كاين هاد الموديلات هادو اللي خرجوا شويه غاليين، شي 400 الايرو كيعملوا. وكيف ما كتشوفوا دابا ما منزلينش يعني التخفيضات، دابا ما كاينش ريكلام، عاملين له في هاد الالوان اللي معروفين، وزادوا ديك الزريرق مفتوح شيبي. هادو هما الموديلات اللي عنده او الالوان اللي عندهم في هذا الموديل هذا. نشوفوا هاد الموديلات اللي صغار، بحال الانسان كيكون شي خارجه خفيفه ولا كيجيو ساهلين تهزهم. وانايا كنجور هاد الماليطه ديالي ديال هاند باخاج، عثرتني باش ما نصورش على الخطر ديالي، لاني ما كنتش عامله في بالي انني غادي نصور. مشيت نشوف هاد البزاط ولا بورطوموني ديال الكاز. كما كتشوفوا عجبني واحد تما، الشكل ديالو كان مزيون. انا غادي نوريه لكم لان يدي كان فيها واحد اليد كان فيها كرواسون، فجاني صعيب انني غادي نصور. شفتوا هذا الموديل هذا عجبني بزاف، على ما اظن كان 138 الى تصور لي طلع في الصوره. الموديل ديالو مزيون هذاك البسطه. وغادي نمشي نشوف بان كاين في نفسه، كاين في السيكان. هاد الصاك هذا اللي صورته هنايا عندي في حاله اللي تحت، ماشي هاد الكبار، هادو الموديل قدامين على ديك اللي وريت لكم في الاول. دابا طاح الثمن ديالو مشي شويه. وغادي نشوفوا هذا الموديل هذا عندي في حاله تقريبا، ماشي تقريبا وانما هو دابا كيعمل شي 235 اورو. غادي نشوفوا هاد الموديلات ديال الكيس، يعني مزيونين تبارك الله ما شاء الله، حتى هادو موديلات مزيونين. تشوفوا الموديلات اللي عندهم هنايا، كاينه ديك الصغار وكاينه ديك الكبارين. وعجبني هاد الصغيور هذا اللي هنا جا شيك، يعني كاين جميع الاذواق، يعني الواحد يشوف الذوق اللي كيعجبو. شفتوا هذا كيف شنو مزيون تبارك الله.
العشاق السكان الصغار، وهادو اللي هنايا كبارين. وغادي نوري لكم هاد الصك حتى هو اللي هذا في الشيبيجه. الصراحه انا ما كيعجبنيش نهز الصك في هاد الالوان هادي. هذا مزيون، شفتوا كيفاش نوا شيك؟ عجبني هذا، حمقني فنيون. كيعجبوني السكه اللي كيكون عندهم اليدين من تما كيتهزوا. حتى هو ما كانش غالي بزاف، شي 138 134 اورو. شي حفله، شي حديوار مزيون. الهزه ديالو انيقه. كنفتحو من الداخل باش نوري لكم زعما الشكل ديالو من الداخل. وهنا غادي نمشي ان فيكتوريا سيكريت. غادي تشوفوا هاد الروايح اللي عندهم هنا، وغادي نشوفوا هاد البيجامات اللي عندهم معلقين في الباب. انتم عارفين الاسعار طبعا غادي تكون شي حاجه غاليه. فهنا هاد الالوان الفاتحه في الروز وديك المخططه، وهاد الكرواسه اللي قلت لكم ديما شبرها في يدي يعني شطنتني. غادي نمشي ننزلها على الماليطه ديالي ديال هاند باخاج، وغادي نمشي نصور هاد الكحله هادي. الثوب مزيون صراحه، حديثو الثوب مزيون. شي 89 اورو، ولكن ما عرفتش لان انا ما صورتش كلشي. بعض المرات كيبيعوا الفوقيه بوحده، انا صورت شفت الثمن ديال يمكن غير الفوقيه هذا 89. السروال ما عرفتش شحال كيعملوا له. شفتوه الثوب ديالها مزيون. المهم انها 89 اورو. يمكن يكون يعني كامله، ما كنظنش كامله، وانما غير الجزء الفوقاني. وكملت مشيت الاتجاه ديال الكيت وانا كنصور هاد اللقطه هذه اللي كيعجبني نشوف فيها الطائره وهي كتستعد للاقلاع. هاي هنا هذه كتضرب دوره باش غادي تطير. لحظات رائعه. اللي كيعجبو السفر طبعا كيحس بهذا الاحساس هذا. هنا دخلنا في الطائره، كنصور على برا، كانوا كيدخلوا الباجاج، وكانوا حنا مهم انا يعني دخلت للطائره، جلست في المطاع ديالي وكنستمتع بالجلسه ديالي. وهنا ان شاء الله الطائره حتى هي كتستعد للاقلاع، وغادي تشوفوا معايا عاملين دعاء السفر، وغادي نستعدوا حتى حنايا ان شاء الله للانطلاقه للمغرب الحبيب. الانسان يمشي يشوف العائله ديالو ويبدل الجو. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وهنا قربنا نوصلوا المطار تطوان. الطياره بقات كتنزل، وكنحمد الله سبحانه وتعالى على السلامه ديالنا. وغادي ان شاء الله نشارككم الاجواء هنا في المغرب. وهذا هو مطار سنية الرمل في تطوان. وغادي نقول لكم كانت معكم اختكم مغربيه من هولندا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.